استقرت إدارة الكرة في النادي الأهلي على تأجيل البت في ملف انتقال محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق الأول إلى نادي الرياضي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم استمرار المفاوضات ورغبة اللاعب في خوض التجربة. وكشف مصدر مسؤول داخل النادي أن العرض المقدم من نادي الرياض السعودي لا يزال قائما، موضحا أن اللاعب أصبح منفتحا على فكرة الرحيل في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تعرض لها مؤخرا، إلى جانب عدم نجاح الفريق في التتويج بأي بطولة خلال الموسم المنقضي. وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قررت تجميد المفاوضات في الوقت الحالي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الجانب المالي، حيث بلغ قيمة العرض السعودي نحو 1,200,000 دولار، بينما تتمسك الإدارة بالحصول على ما لا يقل عن 1,700,000 دولار للموافقة على بيع اللاعب. وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في تمسك المدير الفني المغربي الحسين عموتة باستمرار تريزيجيه، بعدما وضعه ضمن العناصر الأساسية في مشروعه الفني للموسم الجديد، ويرى أنه يمثل إضافة كبيرة للفريق من الناحية الهجومية. وأشار المصدر إلى أن السبب الثالث يتعلق بخطة الأهلي في تدعيم خط الهجوم، إذ ترفض الإدارة التفريط في تريزيجيه قبل حسم التعاقد مع مهاجمين على مستوى مميز، خاصة أن اللاعب كان هداف الفريق خلال الموسم الماضي وأسهم بشكل مؤثر في الأداء الهجومي. وأكد المصدر أن تريزيجيه يشعر بحالة من الضيق بسبب تأخر حسم مستقبله، إلا أنه يحترم موقف النادي ويلتزم بكافة قرارات الإدارة. وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر عقد جلسة بين اللاعب ومسؤول الأهلي خلال الفترة المقبلة.